السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في English Unlocked. أنا دكتور أحمد رسلان، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحدة من أكتر الحاجات اللي بتلخبط الطلبة جدا، سواء في الثانوية العامة أو حتى في الجامعة، وهو الفارق ما بين زمنين المضارع التام والمضارع التام المستمر. بس قبل ما نبدأ خليني أقول لك حاجة مهمة جدا، وهي أولا الأزمنة دي بتتكلم عن فعل بدأ في الماضي ولسه ليه علاقة بالحاضر، يعني مش حاجة خلصت واتقفلت زي الماضي البسيط، لا، دي حاجة لسه ليها تأثير لغاية دلوقتي. بس الفرق بين الاتنين في التركيز، واحد بيركز على النتيجة والتاني بيركز على المدة أو الاستمرارية. أولا بالنسبة للمضارع التام أو ال present perfect، طبعا ده بيتكون من has أو have زائد ال past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. ده بنستخدمه لما نكون مهتمين بالنتيجة أو بعدد المرات اللي حصل فيها الفعل. مش مهم الفعل خد وقت قد ايه، المهم النتيجة دلوقتي. وده بيعتمد على قصد المتكلم، انا عايز اوصل ايه رسالة للمتلقي المستمع يعني. فمثلا لو قلت I have finished my homework، يعني خلصته، النتيجة ان الواجب ايه خلص، عايز اوصل للمستمع ان النتيجة ان الواجب خلص، ودي النتيجة. لكن لو قلت she has visited London 3 times، هنا التركيز بيكون على عدد المرات. بالنسبة لي ال present perfect continuous أو المضارع التام المستمر، تكوينه has أو have زائد been زائد الفعل مضاف له طبعا ing. ده بنستخدمه لما نكون مهتمين بمدة الفعل أو الاستمرارية، يعني عايزين نوصل للمستمع أو القارئ فكرة قد إيه الفعل ده استمر، مدته قد إيه. فالفعل بدأ في الماضي ولسه مستمر أو أثره واضح دلوقتي. مثلا لو قلت I have been studying for 2 hours، يعني بذاكر بقالي ساعتين ولسه المذاكرة مكملة. أو it has been raining since morning، يعني لسه المطر مأثر أو ممكن يكون لسه شغال. طيب إيه الفرق في المعنى؟ خلي بالك، نفس الفعل ممكن يجي في الزمنين بس المعنى يختلف. فمثلا لو قلت I have painted the room، هنا بنركز على إيصال النتيجة، يعني نتيجة الفعل، يعني عايز أقول للقارئ أو المستمع إن الغرفة اتدهنت وخلصت. لكن لو قلت I have been painting the room، معنى كده إن أنا بوصل رسالة، وده القصد من الكلام، من الخطاب، من الديالوج المستمر، إن الفعل استمر بس مش لازم يكون خلص. يعني المضارع التام بيساوي نتيجة، لكن المضارع التام المستمر بيساوي مدة، يعني بيعبر عن مدة. طيب عايزين نقارن دلوقتي مقارنة سريعة مع الماضي البسيط، لأن في ناس كتير بتتلخبط ما بين ال present perfect وال past simple. خد بالك من حاجة، ال past simple حاجة خلصت وانفصلت عن الحاضر، لكن ال present perfect حاجة خلصت صحيح لكن لسه ليها أثر أو صلة بالحاضر، باللحظة الحالية، لحظة التحدث. ده الفرق الجوهري. مثلا لو قلت I finished my homework yesterday، يعني خلص واتقفل الموضوع. لكن لو قلت I have finished my homework، يعني خلصت المذاكرة أو العمل أو الواجب بس أثره لسه موجود، يعني أنا دلوقتي جاهز مثلا للتسليم أو المناقشة أو نيجي للحالات الخاصة أو special cases. الحالة الأولى الأفعال غير المستمرة أو non-continuous verbs.
في افعال مش بنحطها في الكونتينيوس. ليه؟ لانها مش بتعبر عن فعل مستمر، يعني فعل فيه نشاط، حركة، زي مثلا know, like, believe, understand, own, belong. مثلا ما تقولش I have been knowing him for years. لا، المفروض تقول I have known him for years. طيب ليه ما ينفعش؟ لأن know معناها معرفة، مش فعل بيتعمل بإيديك. الحالة التانية، التركيز على الأثر الحالي. يعني إيه؟ ساعات الفعل بيكون خلص بس تأثيره باين. مثلا لو قلت You look tired، باين عليك تعبان. You have been working hard. اوكي، يعني انت بتعمل بجد منذ فترة. فهنا التركيز على السبب اللي خلاك تعبان. لما تقول I have cleaned the house، انت هنا مش بتركز على السبب، لا، انت بتركز على النتيجة. فكله بيخضع لهدفك، انت تقصد توصل فكرة ايه بالظبط. الحالة الثالثة، مع العبارات الزمنية اللي بنسميها بالانجليزي time expressions. خد بالك من الكلمات اللي بتيجي مع كل زمن. ففي ال present perfect المضارع التام خد بالك من كلمات زي ever, never, just, already, yet, so far, before. وبالنسبة لل present perfect continuous خد بالك من كلمات زي for, since, all day, lately, recently. دي علامات على الأزمنة المختلفة. مثلا I have just finished lunch، كلمة just هي العلامة. I have been waiting since 3 o'clock، هنا since علامة على المضارع التام المستمر. لكن مش شرط العلامات دي تكون دالة بشكل قطعي، لازم تتحقق العوامل الأخرى اللي احنا ذكرناها سابقا. الجزء الثالث، الأخطاء الشائعة أو common mistakes. الخطأ الأول، ما ينفعش تقول I have finished my homework since 5 o'clock. لا، الصح I have been doing أو I have done my homework since 5 o'clock. ليه؟ since بتيجي مع فعل بدأ في الماضي ولسه مكمل أو أثره باقي لغاية اللحظة الحالية. تمام؟ في خطأ تاني، ما تقولش I have been known him for years. لا، الصح I have known him for years، لأن know زي ما قلت قبل كده فعل غير مستمر، ما ينفعش معاه المضارع التام المستمر. نيجي لجزئية مختلفة وهو أو هي إزاي بيجي الامتحان النوعية دي من الأسئلة. مثلا في سؤال الري رايتنج أو الاختياري ممكن يجي كده بالشكل ده: He studied English since 2010. فكر كده معايا، في عندنا since ودي بداية زمن، يبقى لازم مضارع تام مستمر. فتقول تغير شكل الفعل أو تختار الصح اللي هو He has been studying English since 2010 أو 2010. نيجي بقى لتدريب تفاعلي، يعني كويز بسيط كده سريع، quick practice. يلا نجرب مع بعض ونجاوب بسرعة. 1. I not English for 5 years. 2. She 3 books this month. 3. He looks tired. He not all day. اكتب إجاباتك في الكومنتات علشان نشوف مين مركز معايا ومين محتاج مراجعة. آخر جزء هتكلم فيه نصائح للتميز. ببساطة
لو النتيجة أهم استخدم present perfect. لو المدة أو الاستمرارية هي الأهم استخدم present perfect continuous. في حد هيسأل فيكم مين اللي هيحدد الأهمية؟ هو المتكلم أو المتحدث، مش الجملة اللي على الورق أو على الشاشة. أنت اللي إيه متمكن منها، وأنت اللي عندك رسالة بتحاول توصلها، فحسب استخدامك هيكون المعنى. لكن لو الفعل مش بيتعمل بإيديك زي no مثلا أو believe فما ينفعش يكون مستمر. ده ملخص للي اتقال فيما سبق. وبكده نكون فكينا واحدة من أكتر الحاجات اللي بتلخبط الطلبة. افتكر دايما الإنجليزي مش حفظ قواعد، هو فهم العلاقة بين الحدث يعني الفعل والزمن اللي هو الوقت اللي تم فيه. أنا دكتور أحمد رسلان، وده كان حلقة من سلسلة English Unlocked. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم الحلقات الجديدة. شكرا لكم.